لو هتعمل احواض زرع في البدروم او في الدور الارضي او في الدور الاخير او في اي دور بشكل عام، لازم ارضية احواض الزرع تتصب خرسانة. طيب ليه؟ علشان نقدر نعزلها كويس جدا، فنحافظ على اساسات المبنى لو ده بدروم، ونحافظ على الاسقف عندنا لو ده دور ارضي او اي دور. ده غير ان احنا علشان نبني الحوائط اللي هتحدد حوض الزرع معانا لازم نبنيها على خرسانة، وما ينفعش نبنيها على تراب. وفي نفس الوقت الخرسانة بتسهل علينا عملية العزل المائي لأحواض الزرع، وبقدر أعمل بيها صرف أحواض الزرع بكل سهولة. مهم جدا إن الخرسانة دي لما تيجي تصبها تضيف لها مانع نفاذية، وتعملها بميول على أوطى نقطة في مكان الصرف عندك، علشان بعد كده لما تيجي تركب صرف الأحواض يكون تركيبه سهل معاك جدا، وتكون انت مجهز له الميول من البداية. ومهم برضو ان انت تختبر أحواض الزرع دي بعد ما تعزلها قبل ما تشطبها، تتأكد 100% ان هي ما بتسربش مية